ازيك يا بطل؟ ايه الاخبار؟ جايب لك النهارده فيلم من اكتر الافلام اللي هتركز معاها قوي وهتسحبك لحتة تانية خالص. ركز معايا في كل تفصيلة، وطبعا ما تنساش لو عجبك الفيلم تشترك في القناة وتعمل لايك. يلا بينا. بيبدأ فيلمنا النهاردة ببنت اسمها جوليا وأمها بيكونوا على سفينة ضخمة، وأمها بتقول لها تعالي أنا عاملة ليكي مفاجأة هقولك عليها. البنت بتعرفها إن هي هتلبس السلسلة وهتيجي. المهم بيسمعها طاقم السفينة اللي بيكون اتنين اخوات اسمهم أوسكار وبريان، وبيكون بريان شخص كويس وعاوز يحافظ على وظيفته، وبيكون هو اللي جاب الوظيفة دي لأخوه أوسكار. المهم يا سيدي بيكون أوسكار معاه واحد اسمه مايكل على السفينة، وبيكون من الواضح إنهم مش مظبوطين. المهم بيسمعوا صوت جوليا وأمها وهما بيتكلموا عن الدهب، ويعرفوا إنهم أغنياء جدا، وبيبدأ الشيطان يلعب في دماغهم، بس بيكونوا قلقانين إن أخوه أوسكار اللي هو بريان. المهم يا كبير بيستنوا بريان يتحرك في حتة تانية، وبيدخلوا أوضة جوليا عشان يشوفوا الدهب فين، وفعلا بيدخلوا. على بقى على الجانب التاني بنلاقي جوليا وأمها بيتكلموا، وأم جوليا بتعرفها إنهم بعد موت أبوها مبقاش معاهم فلوس واضطرت تبيع البيت بتاعهم. جوليا بتتصدم من ده وبتعرفها إن هي موجودة في البيت ده وكل ذكرياتها موجودة فيه وإزاي تعمل كده. المهم بنروح لأوسكار وصاحبه وهم في أوضة جوليا، بيكونوا برضه شغلوا دماغهم، بيكونوا بيسرقوها زي ما قالوا قبل كده، وبيدخل عليهم بريان أخوه فجأة وبيقول لهم إزاي تعملوا كده، وبيعمل مشكلة وبيقول لهم لازم ترجعوا كل حاجة خدتوها. عرفوه إن هم هياخدوا جزء من الفلوس بس، وبيقول لهم إحنا هنا عشان نقبض فلوس مش عشان نسرق. وفجأة بتدخل جوليا وبتشوفهم وبتتصدم، وبيشوفوها وجورج صاحب أوسكار بيجري ورا جوليا، وأوسكار وبريان بيتحركوا وراهم عشان يلحقوهم، وبيطلعوا على المركب بره، وجورج بيمسكها وبريان بيروح عشان ينقذ جوليا من إيده. لكن بيحصل المفاجأة وبيقعوا هما التلاتة في البحر، وجوليا بيغمى عليها، وجورج بيكون عاوز حد ينقذه عشان المركب ضخمة وصعب إنه يطلع عليها تاني. فجأة وبيحصل المفاجأة بس للأسف بتكون تعيسة، وبيظهر قروش ضخمة في البحر، وأوسكار بيروح لحد عشان يلحقهم بيكون صاحبه اللي ماسك الكاميرات، وبيكونوا اتفقوا معاه يفصل الكاميرات عشان يعرفوا يسرقوا براحتهم، وبيكون قفل الكاميرات الجزء اللي عند الأوضة بس، وأوسكار بيطلب منه يمسح تسجيل الكاميرات اللي حصل فيه المشكلة اللي هو الجزء اللي كان بره على السفينة. وبيسأله على جورج ما بيردش عليه وبيمشي، وبنرجع لجورج في المية وبيكون القرش قرب منه خالص، وجورج مرعوب وللأسف بيهجم عليه ويخلص عليه. وبتكون جوليا لسه مغمى عليها في المية، وفجأة بتفوق تلاقي القروش حواليها من كل حتة، وبتفضل تستغيث ولكن ما بيكونش حد سامعها. وبنرجع لأم جوليا على السفينة، وكابتن السفينة بيسألها على بنتها، بتعرفه إن هي مريضة ومش عارفة هي فين ولسه هتروح تطمن عليها دلوقتي. وفعلا بتروح الأوضة ما بتلاقيهاش، وبتتخض عليها، وبتظهر جوليا في البحر، وبتكون بتعوم بسرعة لأي مكان عشان تبعد عن القروش، والقرش بيكون وراها. وأمها بتقابل أوسكار الندل بعد ما باع صاحبه وأخوه وعمل فيها من بنها، وبتسأله عن جوليا وبتوصف له شكلها وبتوريله صورتها عشان يتعرف عليها، لكن هو بيعمل إنه ما يعرفهاش وبيروح يدور معاها عشان ما تاخدش بالها إنه عارف. وبنروح لجوليا بتكون قربت لجزيرة في البحر، لكن بيكون القرش قرب ليها خالص، وفجأة بيظهر جنبها بريان وبينده لها، وبيظهر القرش ناحية جوليا، وبريان بيكون عاوز يضحي بنفسه وبيتحرك عشان القرش يروح ليه هو ويسيب جوليا، وفعلا بينجح والقرش بيتحرك ناحية بريان وبيعوره في رجله، وبتكون جوليا وصلت الشط وهي مرعوبة، وبتكون رجليها وهي وقعت من على السفينة بنعرف إن هي كانت اتكسرت، وبتكون مش قادرة تحركها وبتزحف، وبيكون بريان قرب هو كمان للشط، وجوليا بتشجعه عشان يلحق يهرب من القرش. وطبعا بتكون مش مرتاحة إن هو يرجع على الشط هو كمان عشان بتكون شاكة فيه إن هو كان مع العصابة، وبتكون رجله اللي عضها القرش مش قادر يمشي عليها، ولكن بينجح وبيطلع على الشط بس بيكون بيتألم، وجوليا بتربط رجله بالقميص بتاعه وبيشكرها، وبيكونوا عدوا بأعجوبة. بتكون أم جوليا لسه بتدور عليها في السفينة، وأوسكار بيكون عاوز يعقدها وتزهق وتفقد الأمل، وبيقول لها روح الغرفة وأنا هتصرف، وهي بتعرفهم إن هما لازما يبلغوا القبطان عشان يفتش السفينة كلها. وأوسكار بيكون مرعوب طبعا وبيقول لها شوفي رقم الهوية بتاعتها في الأوضة، وهي بتدخل فعلا.
وفجأة بيقفل الباب عليها بره وهي بتسمعه بتقوله في ايه، بيعرفها ان الباب معلق، وهي في الوقت ده بتبدأ تفهم انه بيحور وبتسأله ليه كل ده ومش عاوزني اعرف القبطان، لازم تعرفني بنتي فين حالا. وهو بيكون مصمم على كلامه إن الباب معلق ومش عارف يفتحه، وهي بتجيب آخرها وبتشد الباب وبتكسره وبتخرج ليه وبتثبته. على طول بنعرف إن هي كانت جندية في البحرية، وهو على طول بيعترف وبيعرفها إن هي وأخوه وصاحبه وقعوا من المركب في البحر، ودي في حد ذاتها كارثة. أم جوليا طبعا بتتصدم من الكلام ده وبتعرفه ليه ما قلتش لحد، وأوسكار بيعرفها إنه كان خايف على وظيفته، وأم جوليا عرفته إنه لازم يعرف القبطان حالا. ودلوقتي بنروح لجوليا وبريان، وبتكون جوليا مفكرة إن بريان هو اللي كان عاوز يقتلها على السفينة، وهو بيعرفها إن مش هو ده أخوه وصاحبه عشان كانوا عاوزين يسرقوا الأوضة بتاعتهم. وجوليا طبعا ما بتصدقش، وبنعرف إن رجل جوليا اتكسرت، وبريان بيلاحظ إن القروش بتلف حوالين الجزيرة، وإن الجزيرة دي بتكون صغيرة جدا ووسط البحر، ولو استنوا هيغرقوا والقروش هتخلص عليهم ولازما يتصرفوا. وبنرجع تاني لأم جوليا وأوسكار بيكونوا وصلوا للقبطان وبيعرفوه اللي حصل، والكل بيتصدم، والقبطان بياخدهم ويروح لموظف الكاميرات صاحب أوسكار في الأساس، وبيسأله نظام الكاميرات لسه شغال، إن لو حد وقع في المية بيعمل صوت ولا لأ. قال له أنا مبلغ من زمان ومحدش حل المشكلة. المهم القبطان سأل أوسكار قال له كل ده حصل إمتى. أوسكار قال له الكلام ده كله من نص ساعة، والكل بيتصدم. والقبطان عرفهم إن هم ماشيين على 20 عقدة، وإن هم بعاد أوي عنهم ب10 أميال، وأكيد هم وراهم دلوقتي. والقبطان بيفتح كاميرات تحت الحمراء وبيظهر قدامه إنه في جزء واحد بس اللي وقع في المية، وأوسكار بيرد عليه وبيعرفه إن هم كانوا شابكين في بعض بسبب إن هم كانوا في عركة، والقبطان بيستغرب إزاي عركة مع الموظفين والضيف اللي موجود على السفينة. بس طبعا ده ما بيكونش وقته، وأم جوليا بتتدخل وبتقول لهم ده مش وقته وأنا عايز ألحق بنتي الأول، وبتعرفه إن هم لازم يبلغوا غفر السواحل. والقبطان بيعرفها إن هو مش بالسهولة دي، في بروتوكول، وهي بتعرفه إن هي جندية بحرية وزوجها كان ملازم. طبعا القبطان بيعتذر لها وبيعرفهم إن معاه مركب صغير سهلة في الحركة، وأوسكار بيقول لهم لازم أركب فيها عشان أنقذ أخويا. وطبعا القبطان بيقول له لأ ومش هينفع، وانتظر في غرفتك لحد ما تاخد مني أوامر جديدة. أوسكار طبعا بيحس بالذنب وبيعرفه إن هو السبب في كل ده وإن عاوز يحل المشكلة. وطبعا القبطان بيكون لسه مصمم على رفضه، وبيبلغ موظف الكاميرات يبلغ غفر السواحل حالا. المهم يا كبير أوسكار بيستنى القبطان عشان يمشي من أوضة موظف الكاميرات، وبيروح يعرفه إن هو لازم يتصرف وعاوز يعدل المشاكل اللي حصلت دي كلها. طبعا موظف الكاميرات بيكون خايف وبيقول له معدتش تيجي هنا، أنا مش عايز أخش السجن. وموظف الكاميرات قرر إن هو يساعده ويديله بدلة إنقاذ عشان يتنكر فيها ويعرف يركب المركب ويعرف ينقذ أخوه، وأوسكار بيفرح وبيوافق وبيلبس فعلا طقم الإنقاذ وبيروح. الطاقم بيكون شاكك فيه ولكن بيكملوا تجهيز، وفجأة جوليا وهي قاعدة على الشط بتلاقي قرش الموج حركه وكان خلاص هيوصل ليها، ولكن بريان بيلحقها. في الجهة التانية بتكون أم جوليا جهزت هي كمان عشان كانت جندية بحرية طبعا عشان تركب معاهم، والقبطان بيديلها فلير جن عشان لو حصل أي حاجة تضربه في السما ويعرفوا مكانهم. نرجع تاني لجوليا وبريان، وبتكون جوليا خلاص رجلها مكسورة ومش قادرة تتحرك ومحتاجة تتعدل، وبيكون بريان عنده خبرة بسيطة في كده وعاوز يساعدها. جوليا طبعا بتكون خايفة ولكن بتقرر تعمل كده عشان رجليها مش قادرة تحركها، وفعلا بريان بيعدل رجليها المكسورة وبتكون بتتألم، بس في النهاية بيخلص وبتشكر. وبنروح لسفينة الإنقاذ وبيكون أوسكار معاهم ومتنكر، وبتكون بريان اصطاد سمكة عشان ياكله، وفجأة بيظهر وراه القرش ولكن جوليا بتلحقه وبتعدي على خير. وبنرجع تاني لمركب الإنقاذ وهما ماشيين، فجأة بتيجي سمكة قرش بتفرقع المركب وبتقع كل المعدات اللي معاهم، وأم جوليا بتطلب راديو عشان تحاول تتواصل مع القبطان. وبنلاقي إن المركب دخل فيها مية من تحت وحصل فيها فتحة. المهم نزل واحد منهم تحت المركب عشان يشوف فين المشكلة، وأم جوليا بتوصل للقبطان وبتبلغه باللي حصل وبتقوله هما ماشيين كده صح ولا غلط. القبطان بيقول لها انتوا مش ظاهرين عندي على الخريطة. وبنلاقي إن في سمكة قرش بتلف حواليهم من تحت، وبيكون صلحوا هيكل السفينة، وفرد الطاقم بعد ما بيخلص تصليح المركب ولسه هيطلع يظهر قرش وبيمسكه وبياكله نصين وبيمشي، وكله بيكون مصدوم من المنظر ومش مصدقين اللي بيحصل. القبطان بيعرفهم إن هما لازما يرجعوا، وأوسكار بيكون شايف كل ده ومصدوم ومش عارف يساعد عشان مش فاهم حاجة، وأم جوليا بتقوله مش بتساعدني ليه وبتزعق.
وبتقرر تنزل الماسك اللي هو لابسه، وبتعرف انه اوسكار وبتتصدم وبتقوله انا سمحت لك تمشي مرة لكن لو ما عملتش حاجة مفيدة هخلي حياتك جحيم. ام جوليا بتبلغ القبطان ان فرد الانقاذ مات، وبيكون معدات الملاحة اللي بتعرفهم هم فين في البحر وقعت طبعا، وبتطلب من القبطان يعرفهم هم فين دلوقتي. والليل بيكون دخل عليهم واوسكار بيكون خايف، وام جوليا بتقوله كفاية انت عملت كل حاجة مش كويسة، انا مش هرجع من هنا غير لما اجيب بنتي. وبتبدأ تكلم القبطان تاني وبتسأله كل حاجة، تعرفنا الطريق، وقعت مننا، عندك أي حلول؟ قال لها هو حل واحد بس قديم شوية، إنك تمشي تبع النجوم اللي في السماء. وبتعرفه مفيش أي نجوم، عرفها إنها تتابع لحد ما يظهر أي نجم وتمشي عليه. عرفها إن مفيش حل غير ده، وإن هي لازم تتابع لحد ما يظهر أي نجم وتمشي عليه. وبيبدأوا فعلا يحددوا الاتجاهات وبيقرروا يتحركوا، وأوسكار بيعرفهم إن هو عاوز يشوف أخوه مرة واحدة بس لو ملقاهوش مش هيقدر يسامح نفسه أبدا. وأم جوليا بتعرفه هما لو شافوك جاي تنقذهم بالمركب ده هيسامحوك على كل حاجة. وفجأة من غير أي مقدمات قرش بيقلب المركب بتاعهم كلها وبيوقعهم كلهم في البحر، والقرش بيظهر تحتهم وبيحاولوا يقلبوا المركب تاني وبيكونوا مش عارفين، وبيحاولوا كذا مرة ولكن القرش بيخلص على البنت التانية اسمها آبي، ودي بتكون الفرد التاني من مركب الإنقاذ. وأم جوليا بتعرف أوسكار ما يتحركش عشان القروش. المشهد اللي بعد كده موظف الكاميرات بيبلغ القبطان إن غفر السواحل قربوا لمكانهم، والقبطان بيفرح وبيقول له كده هنخلص من الكابوس ده. بنرجع تاني لبريان وجوليا، وبتكون أغمى عليها من قلة المية والأكل، وبيكون بريان بيحاول يفوقها، وبنعرف إن المد والجزر بيقرب للشاطئ وبيقرر يسحبها لبره شوية. وبنروح لأم جوليا، وأوسكار بتكون عنيفة جدا وواضح إنها خبرة في البحر، وبتعرفه إنه لازم يهدى عشان القروش جنبهم. وبيكون أوسكار منهار، وأم جوليا بتعرفه إن كل ده بسببك، وبيسألها إيه اللي معاكي في الشنطة. بتعرفه إن هو فلير جن بس لازم تستنى القروش تبعد عشان تعرف تضربه، عشان غفر السواحل تعرف توصل لينا. وبنروح لجوليا وبريان، وبتكون رجعت لوعيها، وبريان بيعرفها إن القروش قربت جدا ليهم والمية داخلة على الشط، وقال لها خدي الحجر ده عشان لو القروش قربت لازم تخبطيه في عينه. وبنروح لأم جوليا وبتشغل دماغها وبتنزل تطمن إن القروش بعيد عنهم، وبتربط المركب وتخلي أوسكار يشد ويكون مش قادر، لكن هي بتحمسه بأخوه وهي بتضغط من الجهة التانية وفعلا بينجحوا وبيقلبوها. أول ما يطلعوا على المركب تاني أم جوليا بتعرف أوسكار إن هي عرفت إن هما كانوا بيسرقوهم لكن ما بلغتش عشان عاوزة تديله فرصة تانية، وأوسكار بيشكرها وما بيكونش مصدق، وهي بتعرفه إن هي مبسوطة منه وإنه عمل كل حاجة مفيدة. وأوسكار بيكون خلاص هيشغل موتور المركب وبيجي قرش بيسحبه من المركب، وأم جوليا بتحاول تساعده لكن ما بتلحقش، والقروش للأسف بتخلص عليه. أم جوليا بتفقد الأمل وبتكون هتضرب الفلير جن ولكن بترجع في كلامها. المهم بنروح على السفينة والقبطان بيكلم موظف الكاميرات عشان يوصله لغفر السواحل، لكن ما بيردش عليه. وبيروح الأوضة بتاعته بيكون مش موجود، بيتصل على غفر السواحل بيعرف إن الموظف ما بلغش ولا ليه لسه مش عارفين. وبنلاقي الموظف ده راكب مركب إنقاذ وماشي في البحر. المهم القبطان بيعرف غفر السواحل إنه محتاج فريق إنقاذ حالا، بيعرفوه إنه اتأخر ومش عارفين هيوصلوا له بعد قد إيه. المهم بنروح للجزيرة اللي عليها بريان وجوليا، بتكون خلاص المية حوطتها من كل اتجاه ودخلت عليهم كمان. وبريان بيحاول يولع نار ولكن بيفشل، وجوليا بتتصدم لما بتلاقي موجة المية وصلت ليهم وبتقول إنهم هيبقوا تحت المية خلاص. ولكن بريان بيحاول يشجعها ويخليها تقف على رجليها المكسورة عشان تقدر تقوم، وبيحاول يساعدها عشان تقوم ولكن بتقع وبيغمى عليها، وبيكون مصدوم من ده عشان المية خلاص داخلة عليهم. وبيظهر طيارة فوقه وبيحاول يلفت انتباهها ولكن بيفشل برضه. المهم بنروح لأم جوليا وبتكون بتدور موتور المركب، وبترفع دماغها بالصدفة لقت في نجم ظهر في السما. بتعرف إنها تمشي شمال وبتفرح وتحس إن لسه في أمل، وفعلا بتتحرك. وبنروح للسفينة وبيكون الكابتن بيكلم المركب اللي عليها موظف الكاميرات اللي اسمه سايروس، هما بيرد عليه ويعرفه يرجع، وإنه عرف إنه مكلمش غفر السواحل، وإنه عرف إنه قاتل 3 أشخاص. وأول ما عرف إنه غفر السواحل هيجوا هرب ومبلغش، ولكن سايروس بيكابر وبيقوله هعرف أهرب، وقفل ونزل المايه زي المجنون والقرش خلص عليه في وقتها. تعال نروح لأم جوليا وهي ماشية بالمركب، وفجأة بيعطل تاني للأسف يعني، وبتحاول تشغله. بنوصل لجوليا وبتكون الجزيرة فعلا غرقت المكان،
وبقوا خلاص في المية والقروش حواليهم، والقرش بيهجم على بريان، وبريان بيحاول يضربه بالحجر وبينجح، ويادوب بيهرب منه ويروح يلحق جوليا قبل ما تغطس، وفعلا بتفوق وبتكون منهارة طبعا، وبتعرفه إن هما محاطين بالقروش، وبيحاولوا يقفوا على أعلى نقطة موجودة في الجزيرة عشان القروش تبعد عنهم. المهم بريان بيحاول يخليها تتكلم عشان تهدى. المهم بنروح لأم جوليا بتكون فقدت الأمل وزهقت، ولكن بتكمل وتبدأ تقدف على المركب، وبنروح لجوليا بتكون خلاص بتفقد وعيها، وبريان بيكون تعب خلاص. فجأة بيسمع أم جوليا حواليه وبتكون وصلت خلاص ليهم، وبتسأله هي فين، وبيكون سمكة القرش شدتها وهي ماشية بيها. المهم أم جوليا طبعا جندية بحرية بتنزل بسرعة وراها وبتنقذها، وبيكون القبطان في نفس الوقت غفر السواحل اتواصلوا معاه وبعتوا طيارة هليكوبتر عشان تلحقه. وبعد ما أم جوليا بتاخد بنتها وبتطلع على المركب بتسيب بريان تحت، وبيكون مفكر إنها هتضحي بيه، ولكن بتستنى القرش يقرب منه عشان ياكله وتضرب الفلير جن في القرش، وفعلا بيخلص عليه، وبتوصل الطيارة فعلا وبتنقذهم، وبتكون جوليا مغمى عليها لسه بسبب إنها نزفت كتير. وبيكونوا على السفينة وبتكون جوليا خلاص بتتعالج، والقبطان بيقعد مع أم جوليا ويعرفها إن زوجها كان بطل وكان نقذه قبل كده من الموت، وبيدخل عليهم بريان وبيتكلم مع أم جوليا وبيعتذر لها، وهي بتقول لأخوك كان بطل وكان عاوز ينقذك، وهو دلوقتي مبسوط إنك عايش. والقبطان بيعرفها إن جوليا خلصت العملية وفاقت، وبريان بيدخل يعتذر لجوليا وهي بتقوله من غيرك كنت هبقى مش موجودة. وطبعا عارفين إن هما يتجوزوا، وهيبقى كده خلص فيلمنا النهاردة. طبعا لو عجبك الفيلم تقدر تعبنا وتعملنا اللايك الجميل، وتستنى الفيديو الجاي، وما تنساش تشترك في القناة. سلام.